السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة. جيت اليوم وجبت لكم هذا الصابلي بريستيج. نتمنى تجربوا حياتي وينال اعجابكم. كالعادة ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. هذا الصابلي واش نقول لكم والله غير توب دو توب ما شاء الله جاني. جربوا حياتي ما راكمش رايحين تندموا. نجيو للمقادير وطريقة التحضير. عندي 500 غرام زبدة طرية، أنا توجور نخدم بماني كيما عودتكم. نضيف فوقهم 2 حبات بيض كاملين و2 صفار البيض، يعني ونخلطهم كامل مع بعض حتى يدخل لي كامل هذاك البيض في الزبدة ديالي. هذا الكاطو قطع لي 60 حبة ويعني والطري وبنين ما عندي ما نقولكم ما شاء الله. بما انه رانا جاتنا العطله بزاف يروحوا زياره عفوا الاقارب ديالهم، وكاين اللي تروح تضيف في دارهم، يعني كي ديريه راح يقطع لك. ويعني المقادير ديالو جد بسيطه ماهيش يعني مقادير كبيره ولا. جبت 300 غرام سكر عادي كما راكم تشاهدوا، وندخلوا مليح في هذاك الزبده والبيض اللي كان سبق وحطيته معكم. ولازم يعني توزنوا مليح المقادير اللي راح نذكرها معكم. لازم يعني في هذه الوصفة يكون عندك ميزان. نجي الآن نضيف 250 غرام كاوكاو. كنت يعني طحنته شوية، يعني ماشي طحنته يعني بودر، خليته شوية خشين وحمصته كما راكم تشاهدوا. راح يطلق ثاني بنة ما شاء الله. ونخلطه مع المقادير دياولي. شوفوا يعني كيفاش راهي لاباط. نجي الان نضيف 250 غرام حلوة الترك. حلوة الترك ما نقولكمش يعني بنتها في الحلويات ديالنا، يعني الحلويات الجزائرية. ونزيد نميكسيها ثاني مع المقادير ديالي. نجي فيما بعد يعني لاحظوا مليح كيفاش راني نواسي في المقادير مع بعض. جيت ضفت ملعقة صغيرة فانيليا ونميكسيها ثاني مع هذوك المقادير. ونجي يعني لاخر انغريديون زدتو معاكم اللي هي لا فارين بيان سور ورشه خميره كيميائيه. سينو ما ديريش كامل، يعني هذا الكاطو تقدري ما ديريش كامل فيه الخميره. نبقى نزيد في الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه ومتماسكه بيان سور. ما تيبسوش لاباط باش ما يجيكمش الحلوه ديالكم يابسه بعد ما طيب. راكم تشوفوا انا درت رشه فقط خميره كيميائيه، يعني ماشي نص ملعقه صغيره وماشي ربع، رشه فقط ولا ما ديريش كامل. نكمل نطم كامل لاباط ديالي بيان سور ثاني ما نعجنهاش. يعني شوفوا كيفاش راني نلم فيها. ومن بعد نجي نوري لكم كيفاش راح نشكل الحلوى تاع نهار اليوم. هذا الكاطو يعني يصلح ديريه في المناسبات في الاعراس وديريه في الاعياد، يعني انا بزاف نديروه في العيد هذا الكاطو. شوفوا راني نضيف غير بالعقل، ماشي يعني نضيفوه ضربه واحده، غير بشوي ورانا نطمو حتى يعني تتماسك لي العجينه ديالي. لاحظوا بعد ما كمل طميتها شوفوا كيفاش راهي طريه. نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونجي نشكل معاكم. شوفوا جبت كيس بلاستيكي باش يعني شوفوا كيفاش تجيني طريقه البسط تاع الحلوى ديالي سهله، وثاني باش ما يتخسروكمش الحبات كي يطيبوا. شوفوا ويعني السمك ديالها يكون ماشي يعني ممصوصه، يعني حتى تبلاطيها وماشي خشينه نص نص. ونجي نشكلها طابع. انا اخترت لكم طابع قلب وطابع اخر كان على شكل وريقه. ولازم تستعملي هذا الكيس البلاستيكي باش يسهل عليك العمليه. شوفوا سهله هذا الحلوى، غير نوضي ووقفي وجربيها لوليداتك. لو كان شكلتها يعني كامل قلوبه كانت تقطع لي اكثر، واحد 80 حبه ولا اكثر. انا علي درت هذوك الوريقات شويه كبار، الوريقات جاوني حبات كبار على القلوبه. يعني اذا استعملتي الطابع تاع القلب يعني راح يطبع لك اكثر، تجيك شحال من حبه، تجيب واحد 80 ولا 90 حبه. الان ندخلهم للفرن يطيبوا على درجه حراره 180. شوفوا بعد ما طاب الصابلي ديالي شوفوا شحال جاني ما شاء الله. هذا الصابلي يعني تقدري تسليه بالشوكولا. جينا الان طريقه التزيين. كنت بعد ما لصقته مع بعض بالمعجون
وجيت يعني شوفوا كيفاش راني يعني طليت غير نص الحبه برك اللي درت لها الشوكولا. والان راح نزينها بحبه جوز كما راكم تشاهدوا. نلتقي في طبق التقديم ان شاء الله. لحقنا لنهاية لا فيديو، نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى تجربوها خياتي. ما تنساوش بيان سور كالعاده تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. نلتقي في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه في فيديوهات اخرى. وبالمناسبه يعني تاع الوريقه كنت يعني زينته بنفس الطريقه. عطله سعيده، مع السلامه.